كابتن، هناك نقطة أيضا يجب أن نتطرق إليها. نرى أنه شباب بلوزداد دائما ما يحقق نتائج إيجابية عندما يلعب خارج الديار. كيف تفسر هذا؟ وهل تعتقد ربما فعلا لم تحسم الأمور بعد رغم أفضلية الزمالك بهدف دون رد؟ انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي إن نتيجه المباراه والصعود لسه 50 50. انا ما انا جيت استركت نتائج شباب بلوزداد في البطوله الافريقيه. نادي الشباب بلوزداد ما خسرش ولا مباراه خارج ارضه. بالعكس، ادى بيأدي مباراه بشكل خارج ارضه بشكل كويس جدا. المشاكل فيه ان هذا انه ان شباب بلوزداد ما بيتاثرش بعامل الجمهور. بالعكس، متعود. فرقه كويسه جدا. لما نيجي نراجع نتائج شباب بلوزداد مع فرقه هافانا كوناكري، بطل غينيا، كسب في شباب بلوزداد في الجزائر 2-0، وخسر وكسب في كوناكري في غينيا 1-0. وجينا بعد كده لعب سنجيد بلاك ستارز، كسب في الجزائر 2-0، وكسب في سنجيدا في خارج الديار برضه 1-0. وبرضه في مباراه سيليستون بوش في جنوب افريقيا كسب في جنوب افريقيا 2-0، وكسب كسب في جنوب افريقيا في الجزائر 2-0، وفي جنوب افريقيا 3-0. وفي الماتش المصري في الدور الثمانيه قدر يتعادل مع المصري في المصري بورسعيد، في مصر 1-1، وتعادل في الجزائر 0-0. وده ان دل فيدل ان فريق شباب بلوزداد فريق قوي، فريق يمتلك قدره هجوميه، ان فريق لغايه الحين لم يخسر ولم يهزم خارج الديار. فهذا يدل انه فريق متماسك. وان انا من وجهه نظري ان المباراه لسه 50 50، لان في اي لحظه في المباراه ممكن شباب بلوزداد يحالفوا الحظ ويسجل هدف وترجع المباراه لبدايه نصف الصفر تاني. فمن وجهه نظري ان شباب بلوزداد يمتلك القدره على التسجيل خارج الديار.